يعني ايه ما تحرجوش البلد؟ ما البلد احرجتكم اهو. الله، ليه ما حدش رد في المؤتمر الصحفي يا احمد؟ يبقى انت كنت المفروض تدافع عننا. ادافع اذا كنت انت ما دافعتش عن نفسك. يا احمد انت يا حبيبي انت واضح انك مش بتسمع. احنا اولادنا ما يعملوش انت ما دافعتش عن نفسك في المؤتمر الصحفي، عايزني انا ادافع عنك؟ احنا مش لعيبه نكسب، معلش. يا كابتن احمد ثانيه واحده بس، اسمعنا ارجوك. ولو سمحت اي واحد بعد كده، لو سمحت يطلع ده قصد، اي واحد بعد كده يحترم نفسه بعد كده. هذه الصفحه الاولى. لا هو بمزاجك، هو بمزاجك، انت بمزاجك، الجرايد اهي قدامك. اللي حصل على الهواء ما كانش مجرد نقاش ولا حتى اختلاف في وجهات النظر. اللي حصل كان معركة على الكرامة، على السمعة، على المبادئ. واللي أشعل الشرارة كان الإعلامي عمرو أديب. في واحدة من حلقاته طلع وقال إن في صحف أجنبية نشرت خبر صادم. قال إن لعيبة منتخب مصر وقت بطولة أفريقيا كان معاهم بنات في الفندق. كلام كبير، كلام بيهد تاريخ ناس، كلام ممكن يكسر بيوت ويشوه سمعة بلد. الله يا ابني، ما تروحوا تشوفوا، ما تتشطروا على الناس دول جوه افريقيا وتقول لهم الخبر ده جايبينه منين؟ انت حضرتك مش بتحب بلدنا اكتر مننا، احنا بندافع عن بلدنا واحنا كمان بندافع عن بلدنا. الموضوع انتشر بسرعة الصاروخ، وساعتها كابتن أحمد حسن ما قدرش يسكت. اتصل بالبرنامج وكان صوته نار، قالها صريحة: الكلام ده ما يصحش، واللي بيتقال ده هبل. انتوا بتتكلموا عن رجالة عندهم أهل، عندهم أطفال، هيرجعوا يسألوهم بابا عمل إيه؟ كفاية تشويه. عمرو أديب حاول يبرر، قال: أنا ما اتهمتش حد، أنا بس بقول اللي اتنشر في الجرايد الأجنبية. لكن أحمد حسن رد فوراً: وانت ليه تنقله؟ فين دورك كإعلامي؟ فين عقلك وانت بتعيد إشاعة ملهاش مصدر مؤكد؟ ولا المشاهدات بقت أهم من كرامة الناس؟ 80 مليون. لا بقول لك ما تلعبش على مشاعر 80 مليون. انا بقى هو لا احمد، انتوا اللي لعبتوا النهارده احمد وخسرتوا 3-0. يعني اسوء فرقه في البطوله. ما تلعبش على مشاعر الناس يا احمد، انا ما بلعبش، مش انا اللي لعبت يا حبيبي. انت مش واخد بالك اللي حصل في الماتش النهارده. الله يا ابني، ما تروحوا تشوفوا، ما تتشطروا على الناس دول جوه افريقيا وتقول لهم الخبر ده جايبينه منين؟ انت حضرتك مش بتحب بلدنا اكتر مننا، احنا بندافع عن بلدنا واحنا كمان بندافع عن بلدنا. لا واحنا كمان بندافع عن بلدنا. طب احنا ليه مش عايزين نتكلم في اللي حصل بس يا كابتن احمد؟ احنا بنفرح بلدنا دي كلها، لعيبه مصر دي هي اللي بتفرح. انتوا النهارده فرحتوا بلدكم كلها، يوم زامبيا فرحتوا بلدكم كلها، يوم الجزائر فرحتوا بلدكم كلها، يوم رواندا هتفرحوا بلدكم كلها. ايه المشكله؟ ايه المشكله في خساره ماتش يعني؟ ولا اي مشكله، مفيش اي مشكله خالص. اقول لك على حاجه، خلاص مفيش مشكله يا احمد. وهنا المفاجأة الأكبر: محمد أبو تريكة دخل على الخط. صوته كان هادي بس كلمته كانت قطعة. قال: اللي بيتقال ده حرام، الناس دي شقيانة، اللعيبة دول تعبوا وعرقوا علشان يرفعوا علم مصر. مين أداك الحق إنك تشوههم بكلمة ممكن تدمر حياتهم؟ وتابع: أنا مش بدافع عن صديق، أنا بدافع عن حق، بدافع عن اللي ملوش صوت وسط الضجيج. الو. ايوه يا كابتن. ايوه يا كابتن، حضرتك دلوقتي يا كابتن انت بتتكلم على منتخب مصر. منتخب مصر ده شرف لاي لعيب. منتخب مصر اللي كسب ايطاليا، منتخب مصر اللي عمل قدام البرازيل احلى كوره. يا ناس يا جماعه، عشان مباراه تقول الناس ناس متجوزه عندها اولادها. احنا معانا كابتن ابو تريكه. ده كابتن ابو تريكه. قول يا كابتن، مش هقدر ارد عليك. يا استاذ عمرو والله ما هقدر ارد عليك. يا استاذ عمرو والله ما هقدر ارد ولا هفتح بقي. انتوا سميتوا لعيبه يا استاذ عمرو، الناس دي متجوزه، الناس دي عندها اولاد، الناس دي عندها مسؤوليه. نعم معاك انا ان احنا خسرنا ماتش. مين اللعيبه دي هي اكتر ناس زعلت. الناس لو جيت حضرتك شفت اوضه اللبس بعد المباراه تصعب عليك. ده جنازه يا جماعه، خساره ما خسرنا ماشي، انما يا جماعه ده شرف ناس، شرف لعيبه بتاع منتخب مصر، بتاع كورونا كده في مصر اللي احنا بنحبها. انتوا جايين تقولوا ان اللعيبه دي راحت وعملت وجابت نسوان. يا جماعه دي اشرف جيل في كره القدم. انا بقول لك انا عشت، ودي شهاده
اسال عنها يا كابتن محمد انا لا يمكن ارد عليك، لا يمكن هرد عليك. ما انا بقول لك يا استاذ عمرو لا يمكن. عارف انا لا يمكن ارد عليك. انت تقطع في المنتخب برضه، تقطع في اللعيبه، تقطع من الناحيه الفنيه، معاك انا معاك، انما تقول في اخلاق لعيبه. لكن عمرو أديب ما بيسكتش بسهولة، حاول يمشي الحوار في سكة تانية. قال أنا مجرد ناقل، أنا ما جبتش حاجة من دماغي. يا محمد انا ما قلتش، يا محمد انتوا ليه مش سامعين اللي انا بقوله يا حبيبي؟ الكلام ده انتوا لما هتنزلوا بكره مصر هتلاقوه موجود في كل حته، انا ما قلتش. اشمعنى انا؟ يعني انتوا اشمعنى انا سايبين الدنيا كلها؟ ده انتوا قعدتوا في المؤتمر الصحفي ما ردتوش يا راجل، ما قلتوش ان انتوا اتسرقتوا. ده انتوا الصفحه الاولى في الجرايد اهي هناك عندكم ما ردتوش عليها. وبعدين حضرتك تسمي الناس، تسمي اللعيبه دي محترمه جدا. انا ما سمي يا محمد، انا ما سميتش لعيبه يا محمد. والحمد لله بنقرا القران مع بعض، على الاقل مش هنخاف من الناس، هنخاف من ربنا سبحانه وتعالى. فما بالك ان انت تختبر، ان انت تخسر، ايه يعني ما تخسر مباراه كوره؟ هنا الخط اشتعل أكتر ودخل صوت تقيل، صوت حسن شحاتة مدرب الجيل الذهبي اللي وقف مع لعيبته قدام العاصفة. قال أنا المسؤول وأنا اللي كنت معاهم، وأقسم بالله إن الكلام ده كذب وافتراء. اللعيبة كانت محترمة مركزة وملتزمة. وأضاف الله يخرب بيت اللي طلع الإشاعة، اللي معرفش ينجح بيحاول يشوه اللي نجحوا. الو. ايوه يا فندم. انا حسن شحاته يا استاذ عمرو. اهلا يا كابتن حسن، ازيك؟ ازيك يا استاذ عمرو؟ اتفضل يا فندم. يعني هو ده الكلام يا استاذ عمرو اللي ممكن يتقال على لعيبه مصر. انت دخلت في الموجه كمان، انت كمان دخلت في الموجه. لا كابتن حسن لا ما تقولش ارجوك، لا موجه ولا مش موجه، حضرتك عندك رد هسمعه ومش هقطعك ومش هقطعك ومحترم عن اي حد فيكم، ومش هقطعك. محترمه وشرفنا فوق الجميع. أيوة. ولا حد يقدر يمسه. اكيد. الكلام اللي انت بتقوله وتدخل فنانين عشان يشتموا في اللعيبه وبتاع. انا ما دخلتش فنانين يا كابتن حسن، احنا ما بندخلش حد، ولا عاوزين نلعب كوره ولا عاوزين نعمل حاجه. احسن برضه يا كابتن. كوره بكل حاجه، الله يخرب بيتكم. ايوه الله يخرب بيوتكم، هي دي الاخلاق الناس اللي بتصلي. اللحظة دي كانت لحظة فاصلة. الناس على السوشيال ميديا انقسمت، في اللي صدق عمرو أديب وفي اللي قال دي حملة ممنهجة ضد اللعيبة. بس الأغلبية وقفت مع الحق، وقفت مع الرجالة اللي بيقولوا لأ للتشويه، بين إعلام بيدور على ترند وأساطير بتدافع عن اسمها وتاريخها. وساعتها الناس عرفت مين اللي واقف في صفها، وعرفت إن مش كل كلمة تتقال لازم نصدقها، وإن في وقت معين لازم نختار نكون زي عمرو أديب ولا نكون زي أبو تريكة وأحمد حسن. دي كانت حكايتنا النهاردة، لكن الحكايات ما بتنتهيش، ولسه جايين بأحداث ومواقف أقوى من كده بكتير. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحواديت الجديدة أول بأول. استناني في الحكاية الجاية. سلام.